عارف انت صاحبك المحوراتي؟ ايوه، اللي هو مش بيعترف انه غلطان ابدا، ده يعمل الغلط وبعدين يحله بانه يكذب ويحور عشان يخلع من تبعات الغلط ده، فيحل الغلط بغلط، ولما التحويره بتاعته تتقفش يروح محور تحويره تانية عشان يهرب من التحويره الاولى، وهكذا من حوارات لحوارات ومن كذب لكذب. كل ده لانه ضعيف ومش قادر يواجه غلطه ويعترف بيه ويعتذر عنه. طيب سيبك منه وتعال احكي لك قصه حلوه. سنه 9 هجريا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم جهز جيش لمواجهه الروم بعد ما وصل له اخبار ان الروم جايه تحارب المسلمين. الجيش ده اسمه جيش العسره، اتسمى بكده عشان كانت الغزوه دي وهي غزوه تبوك ظروفها عسيره وصعبه جدا. حر شديد في صحراء الجزيره العربيه، مسافه بعيده جدا، مؤن قليله، ومع ذلك طلب النبي صلى الله عليه واله وسلم من الصحابه ان محدش يتخلف عن الغزوه دي اطلاقا، وخرجوا جميعا في الظروف الصعبه دي الا المنافقين بس هم اللي قعدوا في المدينه. وكان في 3 صحابه مش منافقين لكن يعني نفوسهم ضعفت شويه، ففضلوا يتباطؤوا لحد ما تخلفوا هم كمان. منهم سيدنا كعب ابن مالك. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش بدأ المنافقين يقابلوه ويعتذروا له بالكذب، والله حصل لنا ظرف كذا كذا، اصل والله كان عندي كذا وكذا وكذا، اي كذب واي كلام عشان خاطر يتهربوا من نتيجة خطأهم بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المشكلة الاكبر انهم كانوا بيحلفوا بالله كذب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتسم ويقبل عذرهم ويسيب سريرتهم لله تعالى يحاسبهم هو عليها. لكن سيدنا كعب بن مالك والاتنين اللي معاه مرضوش يعملوا كده. بيحكي سيدنا كعب المشهد بتاعه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيقول حتى جئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب كأنه غضبان، ثم قال تعالى، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ايه اللي خلاك ما تجيش المعركة؟ مش كنت اشتريت الحاجة اللي هتركبها في الحرب؟ سيدنا كعب بيقول قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا. يعني أنا لو قاعد مع واحد غيرك كنت عرفت أقول له أي كلمتين علشان أخرج من المشكلة اللي أنا فيها، لأن أنا بعرف أتكلم كويس، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي. أنا عارف إن أنا لو كذبت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا هيسخط عليا وهيعرف النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا بكذب. وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. يعني أنا لو قلت لك الصدق حتى لو زعلت مني لكن أنا عارف إن العاقبة هتكون كويسة. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. أنا والله ما كان ليش لي أي عذر، كنت قوي وكان معايا فلوس وكنت في أحسن أحوالي، ولكن أنا غلطان وتخلفت عنك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. بعد شوية أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة ما يكلموش كعب والاتنين اللي معاه. هجر تام استمر لمدة 50 يوم كاملين، مفيش أي صحابي بيتكلم معاه. هنا حد يقول طب ما كده المنافق اللي حلف بالله كذب عشان يعتذر محدش خصمه ولا هجره والدنيا معاه تمام، لكن اللي اعترف بغلطه وكان صادق واجه نتيجة غلطه والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هجروه 50 يوم كاملين. أقول لك لا استيقظ للكلام. اولا تحمل نتيجة الخطأ ده تطهير ليك من الخطأ، بدل ما تفضل شايل ذنب الخطأ على كتفك وتتحاسب عليه يوم القيامة. ثانيا تعال نبص لنتيجة الكذب والصدق. اللي قاعد يكذب ويحور عشان يتهرب من الاعتراف بخطأه نزل فيه قرآن فضحه لحد يوم القيامة. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أما الصادق وهو سيدنا كعب والاتنين اللي معاه فربنا نزل فيهم قرآن وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم
وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فربنا شاهد ليهم بأنه تاب عليهم في قرآن يتلى لحد يوم القيامة. وبقينا لما نتكلم عليهم نقول سيدنا كعب، سيدنا فلان رضي الله عنهم. مش عيب انك تغلط، كل بني آدم خطاء، لكن العيب انك تواجه الغلط بجبن وكذب وتحوير. واجه غلطك بشجاعة، خليك صادق، اتحمل نتيجة غلطك، ده اللي هيخليك محترم قدام نفسك وقدام الناس، وعاقبته دايما هتكون كويسة.